السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الطبق الجميل اللي قدامنا ده كفتة الرز. كفتة اللي كنا بننتشها من امهاتنا زمان وناكلها من وراهم. هنعملها احنا مع بعض كده بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وهترجعنا للزمن الجميل بتاعنا بتاع زمان. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة عندي هنا الرز ده انا نقعته حوالي 5 ساعات، وبعدين حطيته على فوطة او على حاجة ينشف زي ما انتوا شايفينه كده. وعندي هنا الكبة بتاعة الخلاط، طبعا مش هملاها قوي علشان ما يعني يتفرم كويس، انا عايزاه يتفرم ناعم. والخطوة دي لو انت ما عندكيش، لو انت عندك رز، دقيق رز في اكياس كده، دقيق رز بتيجي جاهزة من السوبر ماركت، بتغنيك عن الخطوة اللي انا بعملها دي. بس انا في الوقت الحالي ما كانش عندي اللي هو دقيق الرز ده. فاحنا بنفرم الرز نحوله لدقيق زي ما احنا شايفين كده. يعني الخطوة دي ممكن تجيبيها جاهزة من السوبر ماركت وما ما تعمليش الخطوات دي. زي ما احنا شايفين كده بعمل الرز بقى شوية بشوية كده، وافرم الكمية اللي معايا. هي خطوة سهلة يعني مش بتاخد حاجة، واللي بيفيدنا برضو لان الكبة العادية مش هتسرع معاكي او هي هتنعمه كده، لا دي كبة الخلاط هي اللي هتنعمهولك بالصورة اللي انت شايفاها دي. كده خلاص انا فرمت الكمية بتاعتي كلها. انا عندي كيلو من الرز، هحط عليها نص كيلو فراخ، وحبيتين بصل كده زي ما انتوا شايفين، وحزمة بقدونس على كزبرة على كرفس. وصدر الفرخة ده نص كيلو، يعني كمية الفراخ بتبقى نص كمية الرز. ممكن تعملها بلحمة وممكن تعملها بفراخ، ممكن تعملها من غير لحمة ولا فراخ خالص، تبقى اقتصادية. يعني المتاح عندك، انا ما كانش عندي لحمة في الوقت الحالي فعملتها بالفراخ. فرمت البصل والثوم والكزبرة والخضرة بتاعتي، فرمتها مع البصل والثوم وصدر الفرخة، وحطيت البهارات: فلفل اسمر وكمون وسبع بهارات وكزبرة وبهارات لحمة، وحطيت الملح بتاعها. يعني البهارات المتاحة عندك هتحطيها. فرمت المكونات دي تاني كده في بعض، وبعدين انزل بالخليط اللي انا عملته ده، هنزل بيه على الدقيق بتاع الرز زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هي خطواتها سهلة خالص وبسيطة وما بتاخدش وقت يعني. هنعملها كده مع بعض. هفضي الكمية اللي معايا كلها على الرز كده، وبعد ما افضيها هعجنها طبعا، لان الكبة مش هتاخد الكمية دي كلها. يعني عند الكبة مش هتاخد كمية الرز دي، فانا هعجنه بايديا كده. خلاص انا فضيت المكونات اللي انا فرماها في الكبة زي ما احنا شايفين كده. طبعا لو تلاقيتها جامده معاكي او ماسكه معاكي، هتحطي معلقه او معلقتين ميه لغايه ما تظبط معاكي. كده خلاص عجننا الكفته بتاعتنا كده. خلاص انا حطيتها كده. شوفوا انا جيت اعملها فتلاقيتها عايزه عايزه شويه زيت كده. يا دوبك هنمسح ايدينا بالزيت ونصبع بقى على طول كده زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا تصبيعها سهل، مش بياخد وقت يعني، هنعمله واحنا قاعدين. ودي الكمية، انا عملت كيلو رز خد نص كيلو فراخ. او بروتين، يعني عايزة تعمليه لحمة عايزة تعمليه فراخ، براحتك يعني. كيلو رز خد نص كيلو لحمة او نص كيلو فراخ. وحطيت بصلتين وحوالي 5 6 فصوص توم والخضرة بتاعتنا. ضربنا كله مع بعض في الخلاط وقلبناه في الدقيق بتاع الرز. ودي الكمية بتاعتي يا حبايبي اللي احنا عملناها مع بعض. بعد كده هنحمر بقى. هنزل بكفتة الرز كده في قلب الزيت. هننزل بقى بالكمية لغاية ما الطاسة بتاعتنا تاخد يعني. هنحطه في الطاسة لغاية ما تاخد علشان يتحمر مرة واحدة.
كفتة الرز دي رجعتنا للزمن الجميل واحنا صغيرين كده، كل فاكر ويعني كانت الامهات بتعملها وكنا ناخدها ونجري منها. هنملى الطاسة بالكفتة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، واسيبها لغاية ما تحمر. ونسيت اقول لكم انا حاطه نص معلقه بيكربونات الصودا او نص معلقه بيكنج باودر، المتاح عندك حطيه. هي شوفي بتخلي كفتة الرز خفيفة من قلبها وهشة خالص، ما بتبقاش مكتمة وكلها عجين، لا بتبقى خفيفة كده. يعني مع الخليط اللي احنا حطيناه بنحط نص معلقة لا بيكربونات الصودا او بيكنج باودر المتاح عندك. كده خلاص انا عملت اول صينية كده، عملتها حمرتها، والتانية كده هحمرها واسيبها تتحمر بقى ونشوف احنا هنعمل ايه. هحمرها زي ما حمرنا الاولانية دي، هسيبها لغاية ما تحمر ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. هي خطواتها كلها سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت، وبنفرح بقى ولادنا. بنملى الطاسة كلها. وده حبايب اللي احنا مطلعينه زي ما احنا شايفين قدام كده. اما ده تحمر هنطلعها برضو زي التانية، بنقلبها كده في بعضها علشان الاحمر يتقلب كده، ما تبقاش متحمرة من جهة واحدة، لا احنا بنقلب كله كده عشان تاخد تتحمر من الجهتين. خلاص احنا كده هنسيب دي تتحمر ويلا بينا نشوف نعمل الصلصة بتاعتنا. عندي هنا حلة حطيت فيها معلقتين زيت، وعندي هنا مكعب توم متفرز. لو عندك فريش عادي اعملي 3 4 فصوص افرموهم وحطوهم في في الزيت كده على طول، يعني بس اللي عندي كان متفرز كده. خلاص هدي التوم كده تشويحة في الزيت لغاية ريحته ما تطلع. وانا عندي هنا طماطم مسبكة نزلت بيها كده على على التوم، تاخد تقليبة كده مع بعض. حط بقى حطيت معلقة سكر عشان تعادل الحموضة بتاعة الطماطم. وبعدين هنزل بالفلفل الاسمر 7 بهارات بعده على طول زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هنحط بقى الملح بتاعنا. هقلب المكونات دي كلها في بعضها كده مع الصلصة. يبقى احنا كده قلبنا البهارات مع الصلصة. وانا عندي هنا شوربة، حطيت حوالي كوباية ونص شوربة كده. وبعدين هكمل بشوية مية سخنين. ما تحطش الكفتة على طول في الصلصة وبعدين تحط عليها مية، لا هتلاقيها هتفك معاكي. لكن اغلي المية وبعدين نزلي كفتة الرز في قلبها بقى زي ما احنا شايفين كده. خلي استنى لغاية المية بتاعتي ما تغلي وبعدين انزل بالكفتة في قلبها. خلاص المية غلت اهي، هنزل بقى بالكفتة في قلب المية. هغطي عليها بقى واسيبها تاخد غلوة. وبعد ما تاخد غلوة هقشر بطاطساية واخرطها ونيجي نشوف هنعمل ايه. وده حبايب بطاطس، حطيت كده جبت حبيتين بطاطس قطعتهم مكعبات ونزلت بهم بعديها ما خدت غلوة كده. حطيتهم معاهم اديت لهم غلوة برضو على النار بالبطاطس زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هحطهم في صينية. انت ممكن تكتفي بالخطوة دي ان انت تحطهم كده في عما تستوي تقدمها في اطباق وخلاص. عايزة تعملها صينية في الفرن زي ما انا عملتها كده برضو ده حاجة ترجعلك. وبنقدمها بقى مع بعض كده الطبق الجميل ده. كفتة الرز اللي الكل بيحبها ما بيختلفش عليها اتنين صغار وكبار زي ما احنا شايفين كده. هنزين كده بحاجات بسيطة. وبكده خلاص الطبق بتاعنا عملناه مع بعض، عملناه مع شوية رز بشعرية كده، قدمناه مع شوية رز بشعرية. وبكده خلاص يكون خلصنا طبق النهاردة. ويا ريت تشجعوني بلايك وكومنت حلو من عندكم كده، واشوف وشكم بألف خير.